يا أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مكتوب لك. قبل أي حاجة أنا بعتذر لكم جدا عن الغيبة الطويلة دي، 3 أسابيع كاملين من غير حلقات. عارفة إني طولت عليكم، بس أحيانا بنرجع ناخد بريك، نفصل شوية من الدوشة عشان نقدر نرجع بمحتوى حقيقي وعميق يليق بيكم وبالمساحة اللي خلقناها سوا. وحشتوني جدا ومبسوطة إني رجعت لكم. تخيلوا معايا الموقف ده: بتجهزوا بروفايل بيكتشر جديدة أو بتنزلوا ستوري، زاوية الإضاءة مظبوطة، فلتر بيخفي هالة السودا وتعب الأيام، ابتسامة مرسومة بعناية، الصورة تطلع بيرفكت، الناس تعمل لايكس وتكتب كومنتس عن ازاي انتوا ناجحين ومبسوطين وبتلمعوا. بس الحقيقة ان انتوا من جواكوا محروقين تعبانين، وكل هيبقى واجع فيكوا بتداروا عشان محدش يشوفه. طيب ايه رأيكم لو قلتلكم ان في شاب من اكتر من 130 سنة عايش نفس الموقف ده بالظبط، بس بطريقة مرعبة شوية. الشاب ده تمنى أمنية مستحيلة، إن صورته هي اللي تعجز وتشيل ذنوبه وبشاعته، ويفضل هو في الواقع شاب مثالي ومفهوش غلطة. النهاردة هنفتح كتاب من أعظم وأخطر الكلاسيكس، رواية The Picture of Dorian Gray للعبقري أوسكار وايلد. أوسكار وايلد ما كانش مجرد كاتب، ده كان أيقونة عصره، راجل مهووس بالجمال والمظاهر. كان يلبس أحسن لبس ويقول أذكى نكت، والناس كلها تتلم حواليه عشان بريقه الاجتماعي. كان لابس ماسك المثالية طول الوقت، بس المجتمع اللي رفعه لسابع سما هو نفس المجتمع اللي دمره لما أسرار حياته الحقيقية وضعفه انكشفوا. وايلد كان عارف إن المجتمع بيحكم بالظواهر، عشان كده كتب الرواية دي كأنها نبوءة لحياته ولحياتنا احنا كمان. القصة بتبدأ برسام اسمه بازيل بيرسم بورتريه أو صورة بالحجم الطبيعي لشاب فائق الجمال اسمه دوريان جراي. وفي الاستوديو دوريان بيقابل شخصية من أذكى وأخطر شخصيات الأدب، واللي هي اللورد هنري. اللورد هنري بيبدأ يوسوس لدوريان ويزرع في دماغه فكرة مرعبة. بيقوله في الرواية: الشباب هو كل ما يستحق أن نتمناه لأنفسنا في الحياة، لسوف تفتقده يوم يضيع منك، ستفتقده حين يزول جمالك ويمتلئ وجهك بالغضون، فحين يذوي شبابك يذوي معه جمالك، ولسوف تجد يومئذ أن أيام مجدك قد مضت. الكلام ده بينزل على دوريان زي السم اللذيذ، ولما بيقف قدام صورته اللي لسه خالصة، بدل ما يفرح بيترعب لأنه هيعجز والصورة هتفضل شابة. وفي لحظة جنون بيصرخ ويقول مقولته الأيقونية: إني أغار من كل شيء جماله لا يموت، أغار من الصورة التي نقلتها عني. ليت الأمر كان بعكس ذلك، ليت الصورة تكبر وأخلد أنا في شبابي. إني لأنزل عن أعز ما أملك لتتم هذه الصفقة، هذه روحي أنزل عنها مختارا ليكون لي ما أريد. والأمنية بتتحقق. دوريان بيعيش حياته بالطول والعرض، يغلط، يأذي ناس، يدمر قلوب ويرتكب جرايم، بس وشه في الحقيقة بيفضل ملائكي وبريء ومفهوش خدش. أمال إيه اللي بيتغير؟ صورته اللي خباها في العلية المقفولة فوق هي اللي بتبدأ تعجز، ووشه في اللوحة بيتملي بقسوة وتجاعيد كل خطيئة بيعملها. لو ركزنا شوية هنلاقي إن دوريان جراي مش مجرد قصة خيالية، هو إحنا في عصر السوشيال ميديا والبروفايل. الصورة اللي في العلية دي هي حقيقتنا، هي الاحتراق النفسي اللي بنعانيه وإحنا بنحاول نرضي المجتمع، هي التنازلات اللي بنعملها في شغلنا، وهي برضو ممكن تكون مشاعرنا السلبية اللي بنكبتها. والشاب المثالي اللي بيمشي بين الناس ده البروفايل بتاعنا، صورتنا قدام قرايبنا وصحابنا. اللورد هنري في الرواية بيقول جملة بتلخص عصرنا الحالي، بيقول: فهناك شيء واحد هو أسوأ من أن تكون مواضع حديث الناس، وهو ألا تكون مواضع حديثهم. احنا بقينا مرعوبين ان الناس تبطل تتكلم عننا او ان اسهمنا تنزل، فبقينا نصرف طاقة مرعبة عشان نخلي صورتنا مثالية. بنخاف نوري الناس شكلنا الحقيقي، بتعبنا، باكتئابنا، بأغلاطنا، عشان ما يتصدموش ويسحبوا مننا احترامهم. بنلبس ماسك ونقفل على روحنا الحقيقية في علية دماغنا. في نهاية الرواية دوريان ما بيتحملش يشوف بشاعة روحه في اللوحة، بيمسك سكينة وبيطعن الصورة عشان يخلص من تأنيب الضمير. بس اللي بيحصل إن السكينة بتترد في قلبه هو، لأن الصورة دي بتعبر عن روحه هو. ولما الخدم بيدخلوا بيلاقوا اللوحة رجعت شابة ومثالية زي ما كانت، وعلى الأرض جثة راجل عجوز بشع ومكرمش،
اللي هو دوريان جراي الحقيقي. الدرس هنا قاسي أوي وبيوجع. طول ما احنا بنفصل بين صورتنا اللي بنصدرها للناس وبين حقيقتنا، احنا بنقتل نفسنا بالبطيء. الجهد اللي بنبذله عشان نبان بيرفكت طول الوقت هو اللي بيعجزنا من جوه. الكارثة بتبدأ لما الفجوة دي توسع. كل ما زاد الفرق بين صورتك المثالية المليانة فلاتر قدام الناس وبين حياتك اللي انت عارفها في اوضتك المظلمة، كل ما الوهم ده هيكبر وهيخليك أسوأ. هتبدأ تكره نسختك الحقيقية لأنها بكل بساطة مش قادرة تواكب الواجهة اللي انت خلقتها. النجاة الحقيقية مش إننا نخبي اللوحة بتاعتنا في العلية ونقعد نزوق في البروفايل. النجاة هي إننا نشتغل على الأصل، إننا نستثمر مجهودنا وطاقتنا في إننا نحسن نفسنا في الحقيقة، أحسن 100 مرة من إننا نستنزفها في مجرد تلميع صور. لما بنطور من جوهرنا بجد مش هنحتاج نلبس ماسك، لأن حقيقتنا هتبقى أجمل وأكثر سلاما من أي صورة مزيفة. فكوا الفلتر شوية واستثمروا في اللوحة الحقيقية. شكرا ليكم إنكم سمعتوا حلقة النهاردة من مكتوب لك. شاركوني في الكومنتس ايه أكتر ماسك أو صورة بتحسوا إن انتوا مجبورين تحافظوا عليها قدام الناس ونفسكوا تتخلصوا منها وتعيشوا حياتكم. ونتقابل الحلقة الجاية مع مكتوب لك. شكرا ليكم.